السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لعبة عزيزة اللذيذة. اللعبة بتاعتنا مصنفة كأفضل لعبة تسلية في العالم والشرق الأوسط والفضاء الخارجي كمان، ومناسبة لكل الأعمار، وواخدة أعلى ريت من قبل منظمة الألعاب المسلية. وأي حد عايز يحملها يدوس على الزر الأخضر اللي قدامه، وما تقلقوش اللعبة ببلاش ومفيش عليها أي رسوم. أنا بس عايزينكم تتبسطوا، وكل اللي عليكم إنكم تحملوها وتستمتعوا بيها من غير ولا مليم. الواحد منا لما يشوف الإعلان دوت بيقول في نفسه الله، هما الناس دول بيستفادوا إيه؟ معظم التطبيقات سواء بقى الألعاب أو البرامج بتحتاج شغل ضخم جدا عشان تتعمل، سواء مبرمجين ومطورين ومصممين وناس بتمول المشروع وفريق عمل كامل ورا صناعة البرنامج دوت، وممكن يتم صرف مبالغ مهولة عشان اللعبة أو البرنامج دوت يخرج للنور. فإيه اللي يخلي الناس بتعرض ألعاب الجمهور أو البرامج مجانا من غير أي مقابل؟ وهو يا إما ناس طيبين أوي يا خال، أو إن في وسيلة معينة بيكسبوا منها أرباح. أهلا بيكم، أنا محمد حسان. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. لعبة بوكيمون لعبة مشهورة وغنية عن التعريف، وكانت راكبة الترند في وقت من الأوقات نظرا لفكرتها المبتكرة والجديدة. وعندك مثلا لعبة تانية زي بابجي أرباحها تخطت $1,500,000,000، وده بالرغم من كونها لعبة حديثة. ولعبة فورتنايت واللي من أكتر الألعاب شعبية في العالم محققة لأصحابها أرباح تخطت حاجز $3,000,000,000. يا مؤمن ده لعبة كاندي كراش حققت أكتر من $2,000,000,000 من ساعة ما تم إطلاقها لحد النهاردة. الأرقام المهولة دي كلها كسبوها إزاي؟ وأي حد بينزل اللعبة على موبايله بيعمل تحميل ومبيدفعش ولا جنيه طالما مجانية. إزاي بقى كسبوا كل الفلوس دي؟ في البداية كده، لو أنت معتقد إن الأرباح اللي بتعملها الشركات بتكون بسبب بيع الألعاب وفرض رسوم على تنزيل اللعبة، تبقى غلطان. أشهر الألعاب على الهواتف المحمولة بتكون في الغالب مجانية، والحقيقة فكرة إنها مجانية التحميل وبتكسب أرباح في نفس الوقت بتكون من الأرباح اللي بتيجي من المشتريات الداخلية اللي بتظهر للناس جوه اللعبة نفسها. وده نموذج من التطبيقات والألعاب اسمه البريميوم. وبريميوم هي كلمة مدموجة من كلمتين، فري اللي هي مجاني، وبريميوم اللي هي استثنائي، واللي بتشير للبرامج المدفوعة. التطبيقات طول عمرها كانت معروفة يا إما مجانية يا إما مدفوعة. المبرمجين مؤخرا بدأوا يشتغلوا بنظام البريميوم اللي هو النص مجاني على نص مدفوع. اللعبة هتكون في الغالب مجانية التحميل، لكن جوه اللعبة هتبقى محتاج تدفع عشان تشتري أسلحة جديدة أو خرايط أو لبس أو غيرها من الحاجات اللي بتستعملها جوه اللعبة. الحاجات البسيطة دي بالنسبة لأصحاب اللعبة بتدخل أرباح أغلى من سعر اللعبة الأساسي لو هيتم بيعها للجمهور بالشكل التقليدي، وده لأنهم لو باعوها كلعبة مدفوعة فهي بتتباع مرة واحدة وخلاص. المستخدم يدفع تمن اللعبة مرة واحدة وفي المقابل ياخد كل المميزات من غير ما يدفع تاني. أما بقى في نظام البريميوم فممكن يدفع مرة واتنين وتلاتة وعشرة، لأن طول الوقت في تحديثات مستمرة للعبة وبتظهر عروض جديدة، وبتتحول اللعبة فجأة لمشروع استثماري بدل ما كانت مجرد سلعة بتتباع مرة واحدة وخلاص. وهنا بيظهر سؤال، ايه اللي يخلي الناس أصلا تعمل كده؟ ليه الناس هتشتري حاجات بفلوس جوه لعبة مجانية؟ ممكن تبقى ماشي في أمان الله في أي مول أو في الشارع وتلاقي فجأة واحد بيعرض عليك أكل عشان تدوقه، عينة بسيطة بيعملها مطعم وبيقدمها للجمهور بدون مقابل، وغالبا بتكون جميلة جدا وما بيعملوش كده عشان هم ناس طيبين ولا حاجة. في الحقيقة بيعملوا كده جر الرجل. الراجل عارف ان هو بيعمل اكل طعمه حلو، لكن في نفس الوقت طالما الاكل ده بفلوس فانت هتفكر اكتر من مرة قبل ما تروح تشتري المرة الاولى. فهو بيسهل عليك الخطوة دي وهيدوقك عشان يعجبك ويجر رجليك، وبعد كده طالما حبيت الاكل فهتيجي لوحدك تدفع فلوس وتشتريه. وهو ده بالظبط اللي بيحصل في نموذج الالعاب المجانية، بيخلي لك اللعبة مجانية تماما عشان ما ترددش اللحظة وانت بتنزلها، وفي نفس الوقت بتبقى لعبة جميلة ومتعوب فيها. انت تلقائي بتدوق اللعبة وبتحبها وتندمج معاها وتبقى جزء من روتينك اليومي في مرحلة ما.
وكده تبقى تمت أول خطوة في مشوار أرباح الشركة المنتجة للعبة جابت رجليك. بعد كده بيبقى محتاج إنه يقدم لك خدمة ويحدد طريقة معينة يخليك تدفع بيها فلوس مقابل الخدمة دي. الخدمات دي ممكن تكون كالتالي: يخلي مراحل اللعبة الأولى سهلة وجذابة، وبعد كده يتم تصميم أجزاء من اللعبة بتبقى صعبة ومؤلمة، ويظهر قدامك وحش كاسر يخسرك كل اللي انت كسبته أو يوقف تقدمك في اللعبة، وفجأة يظهر المنقذ قدامك رسالة موجودة على الشاشة بتقولك إن لسه في أمل إنك تفوز، أسلحة وهدايا ممكن تستعين بيها عشان تكسب المرحلة دي، وده كل ده هيكلفك $1 واحد بس، وانت وقتها هتقول موافق وتدفع $1 عشان خاطر تكمل اللعبة أو ما تخسرش اللي انت حققته. وده بيسمى إدخال الألم وإدخال الحوافز لإزالته. طب هل دي كل الطرق اللي بيستخدموها؟ بالعكس، في أساليب كتير جدا. مجموعة كبيرة من الألعاب بتكون معتمدة على عنصر الوقت، زي لعبة كلاش اوف كلانس أو كاندي كراش وغيرهم من الألعاب. مع مرور الوقت بتبقى متعلق في مستوى معين هتموت وتكمله، لكن للأسف مش هتقدر تعمل كده غير بعد مرور 12 ساعة، وفجأة تظهر قدامك رسالة جميلة وتقولك انت ما تعرفش ان وقتك دهب، اوعى تضيع لحظة من حياتك، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك، هات $3 وانا هفتح لك المرحلة دي حمامة والعب براحتك. فلانك بتحب اللعبة وعايز تكملها هتقوم دافع. وفي نوع تاني بيستخدموه اسمه باي تو وين او الدفع مقابل الفوز. المراحل المتقدمة اللي انت وصلت لها على مدى سنة كاملة من اللعب ممكن واحد تاني يحققها في يوم واحد بس عن طريق دفع المال، يدفع فلوس ويوصل لكل الليفلات اللي انت وصلت لها بكل سهولة. ودي واحدة من أسوأ طرق تحصيل المال في عالم صناعة الألعاب. والسؤال هنا بقى، يا ترى بياخدوا الفلوس دي أصلا ازاي؟ بيروحوا للزبون يقولوله شغل عشان تعدي، ولا ايه أول حاجة بيعملها صناع اللعبة بخصوص موضوع الدفع؟ الإجابة إنهم يعملوا لك عملة افتراضية تكون مقبولة بالنسبة لك وفي نفس الوقت تكون مغرية جدا، لأن ده شيء مهم في علم النفس السلوكي. الناس دايما بتعاني صعوبة لما يجوا يدفعوا فلوس من غير ما يلاقوا مقابل، لازم يدفعوا فلوس يلاقوا حاجة ملموسة في المقابل. وعشان كده مش هتلاقيه مثلا بيقولك ادفع $1 وانا اعدي لك المرحلة دي بسهولة، لكن هيقولك تقدر تشتري مجموعة من الجواهر $1 واحد بس. الجواهر دي بعد كده تقدر انك تعدي بيها مرحلة، وعشان يحسسك انك دايما كسبان في الصفقة عمره ما هيجي يقولك ادفع $1 مقابل جوهرة، هتلاقيه دايما بيقولك ادفع $1 مقابل 50 جوهرة. فعقلك الباطن يقولك ياه 50 جوهرة $1 واحد بس، يا سلام على الناس الطيبين قوي، وبالفعل تتحفز انك تشتري. والموضوع ما بياخدش ثواني معدودة لو بطاقة اطمئنانك متسجلة على متجر التطبيقات. خلينا بقى نطرح سؤال، انا واحد ما بدفعش فلوس في الالعاب، ولا بحط رقم الكريدت بتاعي عشان يخصموا منه، ولا اي وسيلة تانية، انا اساسا ما عنديش فيزا، واعتقد ان في ناس زي كتير. يا ترى بقى هيستفاد مننا احنا ايه؟ الحقيقة سؤالك في محله. خليني اقولك ان الاشخاص اللي بتستخدم الخدمات المدفوعة بيقدموا نسبة صغيرة جدا من اجمالي الارباح اللي الشركة بتاخدها. وبالنسبة لمصممي الالعاب، الاشخاص اللي بيلعبوا اللعبة من غير ما يدفعوا مهمين زي اللي بيدفعوا، لان عددهم كبير جدا، وكل ما عدد مستخدمي اللعبة يزيد كل ما اللعبة تشتهر اكتر وتاخد ترتيب ضمن الالعاب الافضل، وبالتالي يبدأ المعلنين يجوا عليها عشان يعرضوا اعلاناتهم من خلالها. وهنا بنيجي لجزء مهم جدا بخصوص الارباح اللي هو الاعلانات. زي ما الاعلانات هي مصدر الدخل الاول لكتير من المواقع على النت والقنوات الاعلامية، فده برضو نفس الموضوع بالنسبة للالعاب والبرامج اللي بتحملها بشكل مجاني من على المتجر. هتلاقيها مليانة باعلانات، اعلانات جوه اللعبة وبره اللعبة واثناء اللعبة وفي كل مكان. ولو زهقت من الاعلانات دي وجبت اخرك فده برضو حاجة حلوة بالنسبة لهم يقدر يكسب منها، هو انه هيعرض عليك اوبشن جديد انك تلغي اعلانات. يا عم لو الاعلانات دي مضايقاك ادفع مبلغ صغير واحنا هنلغيها. وبالتالي اصبحت اعلانات عملة مربحة من كل الاتجاهات، سواء في وجودها او اخفائها. طب انا بقى اصيع منك، لما بيطلع لي اعلانات
بعمل لها تخطي، وعمري ما اشتريت حاجة اونلاين. وريني بقى هيكسبوا من ورايا ازاي. لو انت بتعمل تخطي الاعلانات فهم لسه برضه بيكسبوا من وراك، وده ببساطة لان بعض الالعاب والبرامج تقدر تبيع بياناتك لمطورين تانيين. مطورين الالعاب بيجمعوا اطنان من البيانات الخاصة بالناس اللي بتلعب، وما بتكونش بيانات شخصية ولا حاجة، بتبقى بيانات من نوعية انت بتحب ايه في اللعبة، وايه الحاجات اللي بتضايقك، وايه الوقت اللي انت بتحب تلعب فيه، وايه اكتر بلد فيها نسبة كبيرة من محب اللعبة، وهكذا. البيانات دي بقى وغيرها بيقدروا يستفادوا منها، سواء باستخدامها في عمل تحديثات او انهم يبيعوها لشركة تانية لسه بتبدأ وعايزة تعرف طبيعة جمهور الالعاب. إذا يا صديقي الألعاب المجانية ما هيش مجانية ولا حاجة، وكده كده بيستفاد منك في تحصيل أرباح سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة.